السلام عليكم. لما تيجي تقلب في بوستات الفيسبوك الأيام دي هتلاقي بوستات كتير من نوعية إن رمضان بيجي في أكتر وقت إحنا واقعين فيه في السنة، لما بتكون خلاص بطاريتنا الإيمانية اللي إحنا شحناها من رمضان اللي فات خلصت ومحتاجين نشحنها من أول وجديد. سنة كاملة مليانة ابتلاءات مرينا بيها جابتنا أرض أو لمسة أكتاف، وبتحس إن أيوة إمتى بقى رمضان يجي عشان خاطر أشحن من أول وجديد. شوية وتلاقي بوستات إن الأعمال هترفع في ليلة المنتصف من شعبان، وتحس إن أنا في أزمة. إزاي وأنا واقع إيمانيا؟ وإزاي وأنا حالة اليأس والاستسلام مسيطرة عليا ومستني رمضان يجي أعمالي هترفع وتبقى دي آخر حاجة مكتوبة في صحيفة أعمالي؟ وهنا محتاجين وقفة. حكمة ربنا في رفع الأعمال في التوقيت ده بالظبط. لو علينا إحنا كنا نتمنى إن أعمالنا ترفع مع آخر ليلة في رمضان، أصل حتى اللي ما ابتداش رمضان بشكل قوي بيشد في العشرة الأواخر، يعني بيبقى جايب ليفل الوحش زي ما هو بيقولوا. بس الحقيقة هي اللعبة ما بتتلعبش كده، لا لعب الدنيا بتتلعب كده ولا سنن ربنا في الكون بتتلعب كده. بتلاقي نفسك دخلت المحاضرة وانت مركز ومجمع كل المعلومات. نو واي ان انت تمتحن بعد ما المحاضرة تخلص، انت لازم تستنى لما السنة تخلص ونشوف مذاكرتك ومجهودك عامل ازاي وبعد كده تخش الامتحان. ما ينفعش من اول ليفل في اي جيم توصل للليفل النهائي، انت لازم تخش الليفل الاول والتاني والتالت وتقع وتبتدي الليفل تاني الاول من اول وجديد لغاية ما توصل للليفل الوحش. هي نفس الحكاية في علاقتنا او في عباداتنا قبل رفع الاعمال. طب ما انا كده في ازمة برضو، فين حل السؤال؟ تعالوا كده نتخيل الموقف شوية مع بعض. السنة اللي فاتت أول حاجة في صحيفة أعمالنا كانت إيه؟ فاكرين؟ بعد منتصف شعبان ابتدت صحيفة أعمال السنة الجديدة، فكانت أول حاجة في صحيفة أعمالنا هي رمضان. دي كده البداية بكل قوتها وشحنتها الإيمانية وأعمالها الخيرية والتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ووقعنا وقمنا وجاهدنا وبعدنا شوية ورجعنا لغاية ما جينا في نهاية السنة قبل رفع الأعمال بأيام. تخيلوا كده لو دلوقتي حالا خدنا نية التوبة، قررنا ان احنا نتوب لربنا سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وللتوبة شروط. بس تخيلوا لو آخر أعمالنا دلوقتي اللي ختمنا بيها صحيفة أعمال هي توبة، فاللي هيحصل إن بداية الصحيفة هتكون رمضان ونهاية الصحيفة هتكون توبة. طب بذمتكم في أرحم من كده؟ تخيلوا لو كان رفع الأعمال في وسط السنة في وقت ما فيهوش مواسم للطاعات اللي بنشد فيها وبنركز قوي. تخيلوا لو كانت أعمالنا بترفع في وقت غفلة. لكن من رحمة ربنا بينا إن أعمالنا بترفع في وقت كل اللي حواليك عمال يشدك ويزقك إن أنت تبتدي تصحصح وتستعد لدخول موسم الطاعة. فأعمالك بترفع وآخر حاجة ممكن تكون فيها دلوقتي إن أنت تاخد نية التوبة وتتوب. دي من أكتر رحمات ربنا بعباده. وعلشان خاطر تبقى دايما مستعد في موسم الطاعات لازم تبقى حواليك الصحبة اللي تشجعك ان انت تستعد لكده، مش اللي عمالة تقولك المسلسل الفلاني والسهرة الفلانية والخيمة الفلانية وهنقعد بالليل فين، ده واخدك لحتة تانية. حتى لو هم دول صحبتك دلوقتي، جه الوقت ان انت تسيب الارض دي اللي بتاخدك لتحت وتروح لأرض تانية والناس تانية تبتدي تشدك لفوق. موسم الطاعات من أكتر الأوقات وأكتر الفرص اللي ممكن ناخد فيها خطوة لقدام. وعلشان خاطر تبقى التوبة صادقة لازم أولا تحس بالندم، ثانيا تبعد عن الأرض أو المكان اللي بيربطك بالمعاصي، تالت حاجة تاخد خطوات عملية علشان تمشي لقدام. وقتها هتكون التوبة فعلا صادقة. لسه في وقت، ولسه ليلة النصف من شعبان قدامها وقت، ولسه قدامنا وقت كلنا ان احنا نتوب توبة صادقة. وخلينا نستشعر رحمة ربنا انه مدينا فرصة تانية، مدينا second chance. غيرنا ما قدرش ان هو يلاقي حد يقول له ان لسه قدامك فرصة، او ما لقاش حد ياخد بايديه. غيرنا مات
قبل موسم الطاعة الجديدة أو رمضان الجديد، لكن إحنا لغاية اللحظة اللي بنتنفس فيها دي لسه قدامنا فرصة. ربنا يرزقنا توبة صادقة يتقبلها منا، ويبلغنا رمضان ويتقبله منا يا رب إن شاء الله. ودلوقتي أسيبكم في رعاية الله.